هذه بادئ الشكر موصول لك الأخ أشرف وقناة كنز نيوز على التغطية الإعلامية. ما يمكن لي إلا نكون سعيد وأنا كنشرف مدينتي مدينة خريبكة اللي دائما أنا أسعى وكنبذل قصارى الجهد ديالي باش أن المدينة ديالي ديما تكون كما تنقولوا متميزة وسط المدن. وهذا هو تكليف باش ما نكذبوش، لانه الجامعه الملكيه لرياضه الاشخاص المكفوفين وضعاف البصر اللي تنقولوا رياضات، بمعنى انها فيها مجموعه ديال الرياضات، فيها كره الهدف، فيها كره القدم للمكفوفين كلهم اناث وذكور، فيها السباحه، العاب القوى، الجيدو، كاين رياضات وحدين اخرين اللي بغينا نعاودوا ندخلوهم. هاد الرياضات اللي تنهضر عليهم رياضات باراولمبيه طبعا. مازال حنا الان بصدد كما تنقولوا تهيئ الامور ديالنا القانونيه، وكينتظرنا عمل شاق وعمل مضني باش اولا نحافظوا على المكتسبات، لانه كما كتعرفوا الجامعه ديالنا منذ تاسيسها وهي كتحقق الالقاب في الالعاب العالميه ولا في الالعاب الباراولمبيه، واخرها في طوكيو كما شفتوا المنتخب ديال اللي كان في 2021 ديال كره القدم، فحرز الميداليه النحاسيه في سابقه من نوعها، وكذلك العداء ديالنا ديال الالعاب القوى اللي جابوا مجموعه ديال الميداليات، وحتى في باريس كذلك. هذا هو علاش خصنا نحافظوا على المكتسبات هذه ونعاودوا نخدموا ونديروا استراتيجيه عمل اللي غتمكن الرياضه ديالنا باش انها تحقق اكثر من هذا، لما فيه تشريف الوطن ديالنا.